ملحوظة هامة. لاحظ إن الفيديو ده غرضه المرح والهزار فقط، ولا غرض منه الإساءة لأي هيئة أو أي كلية أو أي حاجة، عشان الناس الظريفة اللي أنا عارفهم وأنت عارفهم. ونبدأ حديثنا في بارت 2 عن كلية آداب اللي ما بتعلمكش حاجة غير الأدب. لو أنت اتعلمت منها حاجة، يعني من أهم الفوائد اللي هتطلع بيها إنك أنت هتعمل شلة بتعمل كل حاجة ما عدا حاجة واحدة، حاجات الجامعة. من ضمن الحاجات اللي هتدرسها في كلية آداب، المفروض في كلية آداب تدرس المواد الأدبية والكلام الأدبي. يعني المهم، يعني المفروض إنك أنت بتدرس مواد حرفيا ثانوية عامة كانت هتبقى أفيد لك من اللي أنت هتدرسه في كلية آداب دي. اسكت اسكت اسكت. من قائمة الكليات اللذيذة قوي كلية سياحة وفنادق. الكلية دي انت هتخلص هتاخد مصيف على طول. بمعنى انت مجرد اما تخلص من الكلية دي هتاخد مصيف مفتوح على طول، 24 ساعة قدام البحر، اكل واكل شارب نايم قاعد بتاكل كل حاجة كل حاجة في فندق بقى، وايه مصيف 24 ساعة طول عمرك. بس عيوبها حاجة بسيطة قوي، ان 99% من اللي بيدخلوها ما يشتغلوش في الفنادق اصلا بعدين. نيجي لكلية إعلام، كنا اتكلمنا عنها في الجزء الأولاني، ولكن هنتكلم عن الأقسام والتخصصات اللي أنت هتشتغل فيها بعد ما تتخرج منها. يعني عندك مثلا بالنسبة لحتة الإخراج دي، فأنت مش محتاج. يعني هو الإخراج عبارة عن كات، الشمس بتروح مني، ستاند أكشن، الشمس بتروح مني، اللوكيشن فيه صوت ليها أساتذة، الشمس بتروح مني. طب اسنان زيها زي الطب العادي، مع اختلاف بس حاجه مقرفه كده، انك انت بتحط ايدك في بق العيان، بق المريض اللي قدامك، حياتك كلها انك حاطط ايدك في بقه. انت متخيل الفكره معايا؟ ولكن قدام التنازلات دي هم بيبقوا مليونيرات يعني. الان بقى الاضل سبيلها كليه طب بيطري. هو احنا واخدين طب النهارده رايح جاي كده، دي ما تتكلمش فيها عن القرف خالص. يعني شغلك مش هيكون مع بني ادمين، البني ادمين ممكن ينضفوا، انما هتنضف الحقيقة. انت بص، مش هندخل في تفاصيل كتيره يعني. المهم وازيدك من الشعر بيت، ان في منهم بيدخل كليه الطب دي هو هيقول لي دكتور، بس انا مالهاش علاقه بالدكتور خالص. يعني هي مسمى كده عادي، مصطلح عشان بس يتقال دكتور. طب انت دكتور في ايه؟ في النحو. في بقى كام كلية كده رجالة ورا الكاميرا والتيم ما كانوش عايزين نتكلم عنها، علشان نحاول نكمل في اليوتيوب، وعلشان برضو زي كلية الحربية وكلية الشرطة على راسنا من فوق، وسمعنا احنا سلام لكليات الحربية وكلية الشرطة وكليات كل حاجة لها زي الكليات كل حاجة في نفس المجال ده. في بقى كلية جامدة، لا جامدة يعني، جامعة ما بين كونك انك نفسك تبقى دكتور لذيذ مشهور محبوب، وانك ظابط ولديك رتبة وتبقى ظابط يعني من الاخر، وهي كلية الطب العسكري. ضربت عصفورين بحجر، ده منها هتتعامل معاملة الدكتور والظابط وسيادة الباشا سيادة النقيب سيادة الظابط كده يعني، وبيقولوا فلوسها حلوة. في بقى بعض الكليات الجديدة مش هنتطرق إليها في هذه الحلقة وفي هذا الجزء، ممكن نبقى نعمله جزء، ممكن نبقى نعمله بارت 3. ولو عجبك الفيديو ده او ما عجبكش، لو ما عملتش لايك اعمل، ما اشتركتش اشترك، ولو ما شيرتش اكيد تشير، ولو ما شربتش اشرب. سلام.